السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة. للأسف الشديد، في رسالة كده عمالة تصدر إلينا متداولة على الواتساب وعلى السوشيال ميديا. بوست كده لمدة 39 دقيقة تقريبا. أرسل البوست دوت مكتوب فيه الرحمن الرحيم الملك القدوس، تقريبا أسماء الله الحسنى لعدد من الأشخاص محدد العدد. ولو ما أرسلتش هذا البوست إلى الكثير من الناس ستصاب لمدة سنة بمشاكل، أو ستصاب لمدة سنة بابتلاءات. طبعا ده نوع من أنواع البرمجة الذاتية السلبية اللي مجموعة من الأشخاص عايزين يصدروها إلينا. ونحن كمتخصصين في الهيومن ديفلوبينج نعلم جيدا أن هذا نوع من أنواع البرمجة السلبية الذاتية. الله ورسوله بريء من هذه الأشياء. نحن بالفعل بنذكر الله كل يوم، سواء في الدعاء أو في الصلاة أو في أوقاتنا بشكل عام. ربنا ما قالش إن ابعتها لعدد من الأشخاص ولمدة 39 دقيقة، ولو ما بعتهاش سيصب عليك الابتلاءات صبا. الله ورسوله بريء من كل ذلك، من كل تلك الأشياء. حبيت ان انا اوضح بس ان ده نوع من انواع البرمجة السلبية اللي مجموعة من الاشخاص عايزين ان هم يصدروها الينا. ربنا سبحانه وتعالى جميل، ربنا سبحانه وتعالى رحيم رحمن، يريد ان تأتي اليه بالحب وطوعا ورغبة. ولكن هذا النوع من الأنواع هو نوع من أنواع أن الأشخاص بتصدر وبتسيء إلينا نحن كعرب ومسلمين. وهو نوع من أنواع البرمجة السلبية، أن أنت بتبرمج عقلك ان انا لو ما بعتهاش هيحصل لي، فبيحصل لك لان انا قلت كل شيء بتتوقعه سيتحقق، وكل شيء بتحسه او بتشعر بيه سيحدث. وقلت قبل كده ان ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. فربنا الرحمن الرحيم هو بريء من كل ذلك، من كل تلك الاشياء التي تحدث لي للاسف الشديد. خلوا بالكم عشان ده نوع من انواع البرمجة الذاتية. ربنا سبحانه وتعالى مخلينا خلفاء له في الارض، ربنا مكرمنا، ربنا مخيرنا، ربنا عايزنا نيجي بالمحبة. انما الشكل دوت لا والله، لا والله، الله ورسوله بريء. واجبي ان انا كنت اطلع واقول الكلمات دي لان انا فاهم هذا النوع من البرمجة. اسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والاخرة. الادراك ثم الادراك ثم الادراك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الادراك ثم الادراك ثم الادراك.